السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بلس 90، معاكم أحمد هشام. حلقة جديدة من بلس 90، والأهلي بيواجه ريال مدريد في نص نهائي كأس العالم للأندية. مباراة كبيرة منتظر النادي الأهلي بعد مكسب على نادي سياتل الأمريكي بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمد مجدي قفشة بالقادم. ممكن طبعا بعد كل اللي عمله أو ما عملوش طول الفترة اللي فاتت، ولكن محمد مجدي قفشة مش عايز أي تريقة على الاسم يسجل الهدف الأول القادم. ممكن هدف مكسب للنادي الأهلي في الوقت القادم دقيقة 88. الأهلي يضرب موعده مع ريال مدريد في مباراة رسمية. الأهلي يواجه ريال مدريد في نص نهائي كأس العالم للأندية. خلينا بقى نتكلم عن مباراة. ماتش مهم جدا وماتش صعب تكتيكيا من مارسيل كولر. الماتش ما كانش سهل، طبيعي ما يكونش سهل، علشان الفرقة اللي احنا كنا بنلعبها النهاردة أصعب من، ويعني مستواها أعلى من فرقة أوكلاند سيتي شكلا وموضوعا. ده بجانب طبعا اللياقه البدنيه بتاعت لعيبه سياتل. طيب خلينا بس نبدا مباراه ونعرف ليه كولر بدا بالتشكيل ده مباراه، وكان شكل الاهلي ليه عامل كده الشوط الاول. ليه شايفين الاهلي كان وحش؟ ليه شايفين المباراه الشوط الاول كانت وحشه؟ الاهلي بدا، او مارسيل كولر بدا مباراه محمد عبد المنعم ومحمود متولي في الدفاع، وكان يعني مين؟ محمد هاني، وعلى الشمال معلول. ده خط الدفاع. كان قدامهم الثلاثي المعتاد برضو، حمدي فتحي وديانج والسولية. كان قدامهم بقى الثلاثة اتغيروا عن الماتش اللي فات، وهما كهربا، وكان يمينه بيرستاو، وعلى الشمال طاهر محمد طاهر. طيب نبدا بس باول حاجه، ليه بدا بيهم دول؟ ما بداش زي ما بدا الماتش اللي فات. الماتش اللي فات بدا انت قدامك فرقه اوكلاند سيتي، فرقه الى حد ما كنت عارف تمسك عليها كوره ومش منظمه قوي. يعني الفرقه نفسها مستواها اقل من الفرقه دي. فرقه سياتل اللي هي منظمه جدا، عارفه هتعمل ايه، هتضغط عليك خصوصا في اول المباراه، وخصوصا فرق اللياقه البدنيه اللي انت لو حاولت تفتح خطك بدري بدري هتبتدي بسبب السرعات اللي عندهم اول فتره. زي ما تقول كده اللي هو ايه، البدايه لازم تستحمل وتستقبل اللعب علشان تعرف تجاري المباراه بعد كده. طبعا كان بالخصوص طاهر وبيرسي تاو لادوارهم الدفاعيه. دي اول حاجه عايز اتكلم، ادوار دفاعيه وادوها بدور ممتاز جدا. طاهر وبيرسي تاو ادوارهم دفاعيه ودورهم دفاعي وقدراتهم الدفاعيه اكبر من سواء احمد عبد القادر طبعا وحسين الشحات. رغم ان حسين الشحات برضه الفتره الاخيره مقدم مباريات كويسه، لكن بيرسي تاو من ناحيه السرعات بسرعه، مع جانب برضه الناحيه الدفاعيه كويسه اللي عنده. وطبعا طاهر رغم ان هو رجع من الاصابه بس مش بكامل مستواه، لكن متفوق جدا في الناحيه الدفاعيه عن احمد عبد القادر. والاهلي بدا مقفل نص الملعب، استقبل لعب. قلت هتقولي فيه مش عارف كام كوره وكان استحواذ ليهم، تمام. هل في خطوره؟ لا. يبقى الاهلي كان واقف صح، ماتش الكوره كان واقف اللعيبه صح، بالذات الاثنين قلبين الدفاع اللي عندك محمود ولي ومحمد عبد المنعم، وهما بالنسبه لي نجوم مباراه. نجوم مباراه. هنتكلم برضو ليه الشوط الثاني رغم ان احنا كنا بدأنا نهاجم. وعلي معلول ادواره الدفاعيه كانت اكبر، ما شفناهوش زياد قوي الشوط الاول، كانت زياداته اكتر الشوط الثاني، لكن الشوط الاول كان مفيش زيادات علشان كان يغطي الناحيه في الدفاع كويس، علشان سرعات الارتداد بتاعته مش بتبقى قد كده، علشان كده ما كانش ليه زيادات كتير قدام. طيب دي حاجه يعني الاهلي انا بيها الشوط الاول، وكانت نتيجه 0-0، ما رحناش بكور كتيره. يعني حتى الكور اللي جت برده كان اقول لك الاهلي برده اللعيبه التلت الامامي ما كانش دورهم دفاعي بس، اكيد ليهم ادوار هجوميه حتى كهربا، لكن ما كانش فيه توفيق، ما كانوش برده في احسن حالتهم من الناحيه الهجوميه، وده مش مشكله. الفكره كلها بقى من كولر اللي هو قال المباراه عمل تغييرات صح، هي اللي فرقت معاه في الملعب وفي اداء الشوط الثاني، وهي اللي خلت شكل الاهلي يتغير. الشوط الثاني بيبدا بنفس الريتم، لكن كولر بيعمل تغييراته بدري جدا عن اللي عمله في الماتش اللي فات. طبعا انت كنت كسبان ورايح الدنيا، لكن هنا محتاج تعمل تغييرات، محتاج وقاري المباراه وعارف ايه اللي هيحصل الشوط الثاني. نزل احمد عبد القادر من ناحيه مكان محمد طاهر، ونزل محمد شريف مكان كهربا، ونزل محمد قفشه مكان حمدي فتحي. ادوار هجوميه الاهلي يبدا يزيد شويه بالكره لقدام، تبدا تلعب خلاص، يعني تبدا تستقبل اللعب من قدام، نبدا نشوف الاهلي بتاع ماتش اوكلاند سيتي. ودور طبعا من محمود متولي ومحمد عبد المنعم كان ممتاز جدا وانت ضاغط عليهم من قدام. هم كانوا في نص الملعب كانوا قافلين الدنيا، في نص الملعب كانوا قافلين الدنيا، مفيش كور بتعدي. محمود متولي، محمد عبد المنعم، وكمان معاهم اليو ديانج، هم الثلاثه كان الصراحه
كانوا مقفلين حته نص الملعب، اي كوره بتحاول تطلع بيها حتى لو فلت منهم بيبقى فيه فاول تكتيكي معمول في الوقت الصح. ما تستناش الكوره تروح مراحل خطوره جدا علشان تبدا تحاول تستخلص الكوره بفاول غلط، لكن لا، واقفين صح. وحتى لو كده بيبقى فيه فاول تكتيكي معروف تبدا تمنع الخطوره من بدري بدري. والجانب طبعا اللي شفناه بقى الناحيه الهجوميه، الاداء الهجومي اللي احنا شفناه من الاهلي، التحركات دايما كتير بدون كوره شفناها، لعبه وباصه. كان في بعض الكور طبعا يعني برضو ما زال يعني محمد مجدي قفشه الكور اللي كان بيلعبها كانت تبقى كتير فيها ميس باص والكوره بتتقطع، والحركه ما كانتش تبقى احسن حاجه، الكوره بياخد فيها وقت شويه على ما يلعب كوره. وبدأنا نشوف الاهلي فعلا، قلنا لا الاهلي قريب، الاهلي قريب. جت كوره التاني لا قلنا الاهلي قرب، قبل ما يجي الجون قلنا لا الاهلي قرب خلاص. وفعلا حتى جت بعد كده دخلنا في 80 كره محمد مجدي قفشه بيدخل بيسدد كره كده تيجي في العارضه، بترد له تاني، بيشوطها تاني كانت تطلع لكن تخبط في رجل المدافع وتخش جول. الهدف الاول النادي الاهلي 1-0 علشان يتأهل خلاص لمواجهة ريال مدريد في نص نهائي كأس العالم للأندية. المباراة تنتهي بالهدف اللي أحرزه محمد مجدي قفشة. يعني مش عارف أقول إيه، يعني خلاص يعني احمد ربنا يا ابني كل شوية إنك أهلاوي والله العظيم. بتلعب في كاس العالم للانديه، بتوصل للدور ده 3 مرات ورا بعض، خلاص بتلعب يعني انت حتى لو ما كسبتش، حتى يا عم لو خسرت سكور مش تفرق معايا يا باشا، انا بلعب في كاس العالم للانديه وبلعب ريال مدريد، معلش. مين في القاره عمل كده؟ حتى الوداد هو اصلا بطل القاره خرج من خسر من الهلال، والاهلي قبل كده واخد برونزيه والثانيه، ممكن لو ما كسبناش ريال مدريد ناخد الثالثه ان شاء الله او نعدي، يعني ما علينا يعني من اللي هيحصل، خلوها بس لوقتها تمام وهنشوف. ولكن خلاص خلونا في المكسب، خلونا في الماتش الجاي المهم جدا، ماتش تاريخي، ماتش للتاريخ. استنوا بقى الحلقه الجايه، متنسوش بس تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه على اليوتيوب ولايك للبيج بتاعتنا على فيسبوك. واستنونا الحلقه ان شاء الله الحلقه الجايه. كان معاكم احمد هشام والسلام عليكم.